لما بتيجي كلمة اليابان في دماغنا على طول بنفتكر التطور والتكنولوجيا اللي هناك، وإنه بيتقال عليها إنها بلد الساموراي، وكمان هي مصدر إنتاج الأنمي اللي بنتفرج عليه. بس هل تعرف إن بالرغم من التاريخ المشرف ده كله إلا إن في نقطة سودا في تاريخهم معروفة باسم الوحدة 731، واللي تم فيها ارتكاب أبشع الجرائم في تاريخ الإنسانية؟ عاوزين تعرفوا أكتر؟ تابعوا الفيديو للآخر. بس قبل كده ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا نبدأ. الوحدة اليابانية 731 كانت بتتبع أساليب وحشية للتعذيب. طب كان ايه دافعهم لتعذيب البشر؟ الوحدة دي كانت وحدة سرية، كان هدفها تطوير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية المحظورة دوليا. الوحدة تم تأسيسها سنة 1932 أثناء الحرب العالمية الثانية في مدينة هاربن في شمال شرق الصين، وده بعد ما اليابان احتلت جزء كبير من الصين وقتها، واللي أسسها كان واحد اسمه جنرال شيرو إيشي، وكانت رتبته ضابط طبيب في الجيش الياباني. في البداية الوحدة كانت معروفة باسم قسم منع الأوبئة وتنقية المياه التابعة للجيش الياباني الإمبراطوري، بس هو لا كان بيمنع انتشار الأوبئة ولا كان بينقي المياه، كان كل ده غطاء ليهم علشان يعملوا اللي هم عاوزينه براحتهم. الوحدة اتخصصت في عمل أبحاث وتجارب على البشر وتطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية. من 3000 ل 21,000 رجل وامرأة وطفل ماتوا من التجارب البشرية اللي اتعملت عليهم في الوحدة دي. كان 70% منهم صينيين و30% منهم روس، وكانوا عبارة عن فئران تجارب لليابان. من كل التجارب اللي عملوها كان في كام تجربة بالتحديد هي اللي تميزت بيها تاريخ الوحدة 731 الدموي. في تجربة كان اسمها اختبار التقرص، كان اللي مهتم بالتجربة عالم فيزيولوجي ياباني، كان بيختبر ازاي هيأثر انخفاض درجة الحرارة في الجسم البشري. كان بيجبر السجناء انهم يغمروا اطرافهم في حوض مية مليان بالتلج، واجبرهم انهم يفضلوا اكبر فترة ممكنة لحد ما تتجمد. وقال واحد من الشهود العيان اللي الأطراف لما كانت بتتجمد كان بيضربوها بعصاية، وكان الصوت شبه لما تضرب بعصاية على أي لوح خشبي. وجرب العالم الياباني بعد كده إنه يرجع حرارة الجسم زي ما كانت بإنه يرش مية سخنة على الأطراف أو يقربها من نار، وكان أحيانا بيسيب الضحايا اللي اتعملت عليهم التجربة لتاني يوم علشان يعرف عدد الساعات اللي محتاجها الجسم عشان يرجع لدرجة حرارته الطبيعية زي ما كانت. في تجربة تانية وهي تشريح السجناء من غير تخدير. كان هدف الوحدة في البداية انه يدرس آثار الأمراض والإصابات على القدرة القتالية للقوات المسلحة، لكن قسم من أقسام الوحدة اسمه ماروتا أخد الأبحاث دي لمستوى بعيد كل البعد عن الأخلاقيات الطبية. القسم ده كان بيراقب أثر الإصابات والأمراض على المرضى الأحياء. في البداية كان المرضى متطوعين من صفوف الجيش نفسه، بس بعد كده قل العدد، فاضطرت الوحدة انها تعمل التجربة على أسرى الحروب الصينيين والمعتقلين مدنيا، وده طبعا من غير موافقة المريض نفسه، فكانوا بيقطعوا أطراف الجسم من غير تخدير، وده عشان يدرسوا التغيرات اللي هتحصل لباقي الأعضاء الموجودة في الجسم. اتعرض الآلاف من الرجال والنساء للتجربة دي، وكمان كان أغلبهم من الشيوعيين الصينيين، وده بالإضافة للأطفال والفلاحين كانوا بيعدوهم بأمراض زي الكوليرا والطاعون، وبعد كده يقطعوا أطرافهم علشان يدرسوها قبل ما الأشخاص دي تتوفى. اتقطعت أطراف آلاف من الأشخاص الخاضعين للتجربة، وكان في منهم بيربطوا أطرافه في مكان تاني خالص في الجسم، ده غير سحق الأطراف أو تجميدها أو إنهم يوقفوا الدورة الدموية فيها علشان يراقبوا آثار الغرغرينة اللي هتحصل في الجسم بعد كده. كان في تجربة تانية وهي اختبار الأسلحة. كانوا بيجربوا الأسلحة علشان يدرسوا مدى فعاليتها، بأنهم بيجيبوا مجموعة من السجناء بيربطوهم في أعمدة ويبدأوا يستخدموا الأسلحة عليهم زي مسدس نابو أو البنادق اليدوية أو رشاشات الآلية والقنابل اليدوية، وطبعا بيدرسوا شكل الجروح عاملة ازاي ومدى عمقها، ويقارنوا بين أجسام الميتين. درسوا برضو تأثير الحربة والسيف والسكاكين في الجسم البشري، وجربوا قاذفات اللهب وتأثيرها على الجلد المتغطي والجلد اللي مش متغطي، ده بالإضافة لقوض الإعدام بالغاز اللي لقوها في الوحدة بعد كده
لاختبار تأثير تعرض السجناء لغاز الأعصاب وغاز الخردل المميت. كمان كانوا بيرموا حاجات تقيلة فوق السجناء عشان يدرسوا إصابات الحوادث. ده غير انهم حرموا بعض السجناء من الاكل والشرب عشان يعرفوا المدة الزمنية اللي يقدر فيها الانسان يعيش من غير اكل وشرب، وبعد فترة كبيرة سمحوا لهم انهم يشربوا من مية البحر المالحة. ده غير الحقن بدم بشري غير متطابق مع دمهم، او كانوا بيحقنوهم بدم حيوانات عشان يدرسوا نقل الدم ما بين البشر او ما بين البشر والحيوانات. كمان التعرض لفترة طويلة للأشعة السينية، واتصاب كتير منهم بالعقم واتقتلوا بعد كده. ده غير تجريب الأسلحة الكيميائية على النساء الحوامل، وكانوا بيخرجوا الأجنة نفسها علشان يدرسوا مدى تأثير الأسلحة دي عليهم. كانوا بيجربوا برضو الأسلحة الجرثومية، وكانوا بيحقنوها في السجناء لحد ما يتأكدوا انهم اتصابوا بالمرض، سواء بالطاعون الدبلي او الطاعون الرئوي او التيفود، وبعد كده يفرجوا عنهم ويودوهم لمناطق مختلفة من الصين عشان ينقلوا المرض للمناطق دي عشان يبقى سهل احتلالها من اليابانيين نفسهم. وده طبعا بعد ما مات عدد كبير جدا من المدنيين بسبب الأوبئة دي في سنة 1945. وبعد ما تم قصف هيروشيما وناجازاكي، احتل الجيش السوفيتي إقليم منشوريا، واللي كانت موجودة فيها الوحدة 731، وانتهى بكده وجود الجيش الياباني بالكامل في الإقليم، وتم حل الوحدة 731 كلها. اتحرقت معظم السجلات اللي خاصة بالوحدة، واتدمرت أي معلومة مفيدة كانت نتيجة لأبحاث استمرت 13 سنة، ورجع الباحثين والعلماء لحياتهم العادية وكأن مفيش أي حاجة حصلت. وفي كتير منهم رجع للتدريس في الجامعات اليابانية، لكن القدر ما سابهمش. معظمهم اتصابوا بالجنون من الحاجات اللي شافوها هناك، وفي منهم اتعمل له محاكمة كمجرمين حرب. ولما اتدخلت أمريكا بعد كده في المحاكمة، عرض الجنرال إيشي عليهم إنه هيكشف تفاصيل التجارب مقابل إنه يحصل على حصانة من كل جرائم الحرب اللي ارتكبها هو واللي معاه. ووافقت أمريكا على كده، وعملت صفقة كان مضمونها إن جميع أعضاء الوحدة 731 ليهم حصانة، بالإضافة إنهم وعدوهم إنهم مش هيتحاكموا. وتم الإفراج عن كل أعضاء وحدة 731 في سنة 1960، ومات الجنرال المسؤول عن الوحدة بسرطان الحنجرة. لحد دلوقتي اليابان ما قدمتش اعتذار للصين على اللي عملته، والصين لحد دلوقتي ما سمحتش اليابان على الجرائم الكتيرة اللي عملتها في حق شعبها.